فاول حاجه كنشكروا الناس المنظمين ديال هذا التكريم هذا ديال الاخ ديالنا الكبير السي محمد سهيل. بصراحه يعني هذه مده ما شفنا تكريم بهذا الحجم هذا. الحمد لله يعني الوجوه اللي حاضره اليوم كتاكد على الحب ديالهم ديال السي محمد سهيل اللي كان ذو اخلاق عاليه وكان لاعب كبير، وحتى المستوى ديالو يعني من بعد نهايه المشوار ديالو الكروي يعني كان شرف المغرب يعني في قنوات عديده، فهذا يحسب له. فالحمد لله يعني رغم تاخر ديال هذا التكريم هذا اللي من المفروض انه يكون بعد انتهاء مشوار ديال اي لاعب اللي كان في المستوى الكبير وشرف المغرب وشرف النادي ديالو، خصو يكون يكرم من طرف النادي ديالو. لكن تحسب الناس اللي فكروا في هذه المبادره هذه باش يكرموا هذا الاخ هذا اللي عزيز علينا، وان شاء الله نشوفوا يعني مبادرات اخرى اللاعبين اخرين اللي يستاهلوا حتى هما التكريم، لانه بصراحه يعني اللاعب لما كيخرج من النادي ديالو كينتهي المشوار ديالو كيتنسى. فبصراحه يعني خاص الناس المسؤولين يفكروا بمثل هذه المبادرات هذو باش يعطيو القيمه ديال اللاعب القديم واللاعب اللي عطى الفريق ديالو. شكرا للناس المنظمين، وان شاء الله نشوفوا حفل اخر لاعب اخر ان شاء الله في القريب العاجل. جميع المغاربه ذكرى المسيره الخضراء اللي بصراحه يعني حدث تاريخي بالنسبه لاي مغربي، فعيد مسيره خضراء سعيده لجميع المغاربه، وان شاء الله نحتفلوا بها، لانه بصراحه يعني كاينين الناس ضحاو باش يجيبوا استقلال لهذه البلاد هذه ويرجعوا للاقاليم الصحراويه ديالنا. فان شاء الله نشوفوا يعني السنوات القادمه الاجيال اللي جايه يعرفوا بان المسيره الخضراء يعني شيء حدث تاريخي بالنسبه للمغرب. صراحه مناسبه قيمه كنشكر فيها الناس اللي قاموا بهذا المجهود. باش اولا تلاقينا مع واحد الاخوه اللي كانوا كيلعبوا معنا وكيلعبوا ضدنا، ودينا صله الرحم اللي شحال هذه ما شفناهم. وهذه البادره كنا كنشوفوها تبارك الله في فريق الوداد من ايامه الحاج مكوار الله يرحمه، والان اختفت الوجود، ولكن كيبقى اللاعب القديم ولا اللاعب اللي يعطي واحد الفرقه ملي كدير ليه واحد المقابله تكريميه بحال هكا كتكون واحد الفخر ليه. والحمد لله اليوم كنتمنى واحد الموفق للاخ سهيل، لانه تو دوز كره في فريق الوداد ولا في المنتخب، وهذه بديره طيبه من الناس اللي قاموا بهذه البديره باش ردوا ليه الاعتبار ديالو. وصراحه بعد الجمهور اللي ما كيعرفش بعض اللاعبين، فالحمد لله الان المقابله راه غتنقل على الاثير وغيعرفوا بعض اللاعبين اللي شحال ما شافوهم. وبطبيعه الحال اللاعب المكرم اللي هو سهيل، ومن هذا المنبر كنتمنى ليه مسيره موفقه في حياته. صراحه هذا يوم مشهود اللي كنفتخروا به، لانه كنعرفوا انه هذه المسيره الخضراء فهي واحد البادره اللي قام بها الحسن الثاني، وكانت بدون سلاح، وتمكنا من الاخير من انه الناس اللي كانوا متطوعين واللي عبروا على الفرحه ديالهم باش تطوعوا باش يمشوا حتى الاقاليم الصحراويه استرجعناها من المستعمر. والحمد لله بقات هذه الذكرى خالده وكل شيء كيفتخر بها، وعاش الملك وعاش الوطن والله الوطن الملك. الذكرى عزيزه على المغاربه كلهم، وحنا اختارينا هذه الذكرى يعني هذا اليوم بمناسبه الذكرى 41 على ما اعتقد ديال المسيره الخضراء المدفره. وانا جد مسرور باش هاد اللمه وهاد الاخوه اللي كاينين اليوم كلهم، يعني واحد الزمن كبير اللي ما تجمعوش كلهم في هذا بحال هذا الشيء. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يعني هذا النهار يكون نهار كبير، رغم ان ما كاينش الجمهور، ولكن راه كل محتفل مع الاخ ديالنا العزيز سي محمد سهيل.